الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يلا كده مع بداية الفيديو نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم ونلم حسنات حلوة كتير. يا صباحكم زي الفل والقمر والسعادة. بصوا بقى، أم ليس صديقة وأخت عزيزة على قلبي، هي يمنية عايشة في هولندا. قالت لي يا اسماء عايزة أعمل إطعام على روح والدي ربنا يرحمه، يا رب الحاج أحمد صالح العمودي، يا رب ربنا يرحمه ويحسن إليه ويغفر له ويجعلها يا رب متقبلة وتوصل له، اللهم آمين. فالمهم قالت لي اعملي اللي انت عايزاه وتصرفي. لما انا كنت عامله اكل المره اللي فاتت، في ست قابلتني قالت لي الاكل كان جميل وتسلم ايدك والله يبارك لك ويبارك لحبايبك ويبارك في ناسك واصحابك يا رب العالمين. قلت لها يا رب. قالت لي والنبي البت كان نفسها في برجر وبتاع. قالت لي هي ما نسيتني ليه؟ قلت لها والله ما عملت يوميها، انا ما عملت فراخ بس. قلت لها انا فكرتك كنت عامله برجر. فاكتشفت ان هم بيحبوا الحاجات دي قوي. فبص بقى، جبت ستريبس، جبت كفته وبرجر. ده برجر تمام فروزن من عند بيت شيمام، ودي كفته تمام كول كينج، مش عارفه جديده، كنت بجيب الشكل ده اللي هو جاست فروزن، معرفش كول كينج دي جديده لسه جايباها لي اول مره. وبطاطس طبعا تمام وستريبس اوكي وكبده. سيبكم من الجبنه دي بتاعتي انا تمام، انا قلت لها هاتي لي جبنه علشان رمضان، كل سنه وانتم طيبين. وكبده، كبده شرايح اللي هي بالرده، وكبده اسكندراني. الاسعار بقى تعالى اقولها لكم. الكفته بصوا يا جماعه، الكفته الكيس ب 185 جنيه تمام، 400 جرام ب 185 جنيه. غليتيها يا ايمان ليه كده وصغرتيها؟ او الناس هم الاثنين برجر، برضو البرجر ب 185. كانت بتجيب لي، شايفين كيس شايفين ده جاست فروزن، ده برجر. هي كانت بتجيب لي نفس الكيس جاست فروزن برضو برجر كفته تمام. يعني المفروض ان هو مش عارفه كام جرام، 900 تقريبا او حاجه زي كده. كام يا بنتي؟ كام جرام؟ 100 جرام، 1000 جرام. ايه ده؟ فين؟ هو المهم ان هو كان وزنه حلو، مكتوب على الجنب اهو 800 جرام. 800 جرام ب 185، ودول 400 جرام ب 185 الاثنين. يا لهوي يا بنتي يا امان، الاثنين ب 185. الاثنين ب 185 عشان دول 4 كده، فهمت تمام. يعني هي نفس الحكايه، دي 800 ودي 800، يعني الاثنين دول ب 185 كيسين، وده كيس ب 185 تمام. بالنسبه للستريبس ده كان اسمه ولعتين، قلت لها هاتي لي نوع كويس وحلو، جابت لي ده ب 235 جنيه. ده كيلو. ده شرايح فراخ صدور فراخ جاهزه على القلي على طول تمام، او في الفرن او الاير فراير. انا بقى بشغل كله، بشغل الفرن والاير فراير وفرن البوتاجاز والفرن الكهرباء كله مع بعضه، ودي بشغل عليها مثلا الزيت او الاير فراير برده لو خلصت تمام. فبظبط الدنيا، بحمر البطاطس الاول، وبعد كده بروح الستريبس والبرجر والكفته، واعمل السندوتشات وانزل تمام. هنعمل ان شاء الله سندوتشات، هنخلي وجبه حلوه كده متكامله تشبع. ويعني مثلا نحط في سندوتش ستريبس، او ممكن نعمل رز عليه كفته وعليه ستريبس ووحدات برجر، يعني واحده فاهمين قصدي، وشويه بطاطس. لسه هحسب الحسبه بتاعتي والليله بتاعتي واشوف تمام. والكبده برده الشرايح او الكبده الاسكندراني هتنفع مع الرز، هتنفع مع الفينو، هتنفع مع العيش البلدي، كل حاجه شغال ما شاء الله اللهم بارك، والدنيا ماشيه باذن الله. فانا قلت اجهز الحاجه بس الاول، فجبت دول الستريبس زي ما قلت لكم 235، والبطاطس الكيس كان عليه عرض ب 140 جنيه، اللي هي دي اللي هي فرزه اول. بصوا الشريحه قد ايه ما شاء الله تمام، نظيفه، ما بنجيبش اي حاجه في الاطعام ده بالذات بنحط احلى حاجه تمام. وانا جبت لنفسي عرض الاطباء دون علشان رمضان ما عنديش جيب، انا خلصت. ده 200 جنيه عرض الاطباء، موتزاريلا مع تشيدر مع ميكس تمام. موتزاريلا وتشيدر وميكس اللي تحت دي ميكس جبن تمام. وجبت دول مره عملتها لابو سيف كانت عجباه، طبق سمان فيه سمانتين ب 100 جنيه تمام. يعني 300 جنيه دول بتوعي انا، يخصوني انا، دول تبع الاطعام تمام. فبجهز وهظبط وهحطهم في الفريزر دلوقتي لحد بكره الصبح. اظبط بقى مع نفسي هعملها مع رز ولا هعملها مع عيش او مع فينو، فاهمين قصدي؟ فمش عارف، حاسه ان الرز احلى، وفي نفس الوقت بقول العيش سريع كده على طول يقطمه، او الفينو ايا يكن. فشكلها ممكن ترسي على فينو او عيش، فاهميني؟ بس انا حابه الرز اكتر مش عارفه، رز بسمتي وكده. فبقول لا خلاص خليها هو عيش. وعندي كاتشب، انا كنت جايبه كاتشب من عند عم ايمن القرش، هحطه مساهمه مني مع الزيت بقى والحاجات دي كلها، ونعمل مع بعضينا كلنا، فاهمين؟ فبجد لما حد بيقول لي يا اسماء عايزه اعمل اطعام، ببقى فرحانه اكتر منه، لان انا هساهم معاه، فاهميني؟ انا هساهم. يعني انا دلوقتي هظبط، والعيش هيبقى من عندي، وطبعا التسويه مع الكهرباء مع الزيت اللي بتاع التحمير مع الليله دي كلها، والاطباق بتاعه التغليف عندي. فانا بساهم معاكم، فاهميني؟ بفرح والله بيها قوي بجد. يعني انا عندي اطباق
عندي الزيت، الحاجات دي كلها فاهمني، وانا هجيب العيش، فبنساهم مع بعض. ببقى فرحانه قوي قوي ان في حد بيشجعني، فان شاء الله اظبط واقول لكم. تمام، يلا قوموا بقى اللي عايز يلحق يعمل اطعام. وفي رمضان ان شاء الله باذن الله هنعمل كلنا اطعام مع بعض ان شاء الله باذنك يا رب برضو، ونظبط، وكل واحد يطلع بعدد الوجبات اللي حاببها ان شاء الله. بصوا انا واصحابي في المجمل العادي بنبقى ماشيينها كده بالبركه، هاتي كذا يا اسماء وحطي كذا واعملي كذا، فبجيب على قد كده. تمام، بنمشيها بالبركه يعني. حتى انا لما بزود حاجه من عندي ببقى مزوداها بنيه الشفاء العاجل، وان ربنا يكرمنا ويخلي لنا اولادنا. لكن في رمضان بنحددها، الوجبه بقد كذا يبقى الوجبه بقد كذا، يبقى انا عايزه يطلع لي ايه عدد وجبات قد كذا، فاهمين؟ لان 90% في رمضان بنجيب وجبات جاهزه، بيبقى خلاص ما عندناش وقت للطبيخ الكفايه او الكلام ده كله، فبنشترك كلنا مع بعض. انا عايزه كام وجبه، كذا وجبه، عايزه كذا وجبه، لا انا عايزه ازود في الوجبه بتاعتي. يعني وجبات شيخ البلد السنه اللي فاتت ما كانتش حلوه، ما كانتش عاجباني. صباعين كفته وشويه رز، دول يفطروا مين؟ حرام حرام، مش حلوين. تمام، فان شاء الله السنه دي لو جينا نعمل الوجبات هنقول لهم يزودوا يا ورك فرخه مثلا، يا صدر، يا حاجه تشبع، فاهمين قصدي؟ لان كان السنه اللي فاتت كانوا بيستهبلوا جامد جدا، حاطين سعر اوفر وكده هون. او يعني نسهل الموضوع على نفسنا، اعمل انا الرز واجيب انا ستريبس وكفته وحاجات حلوه زي كده، او اسلق فراخ واحطها في الفرن زي المره اللي فاتت، فاهمين قصدي؟ فهنظبطها مع بعض. عايزه اقول لكم بقى ان ابو سيف والعيال شطوا في الحاجه. تمام، ودخلت عليا واحده صاحبتي خدت منهم شويه حاجات برضو. يا بنتي ده انا جايباهم على ذمه الاطعام، سيبيهم. تقولي لي اطعام ايه يا ام سيف؟ في الصيام يعملوا لهم ستريبس وكفته وحاجات من دي وبرجر. قلت لها امال ايه؟ قالت لي لا 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 لا، اعملوا لهم فراخ، اعملوا لهم طبيخ، اعملوا لهم بتاع. طب انا هاخد حاجات وانتي بقى هاتي حاجات تانية. هي كانت جايبه لي حاجه وجت راحت واخده الحاجات دي. فاهمين؟ الواحدة كويسة يعني، محترمة كده وبنت حلال، انا بشتري منها حاجات، فهي شافتهم فقالت لي انا هاخد منهم، معلش الله يبارك لك مشواري بعيد وي وي وي. خدت حبة حاجات وعيالي شبطوا في الباقي. وفعلا قلت لابو سيف هو فعلا مش حلو. قال لي خلاص يا اسماء النصيب، سبحان الله يا بنتي كل لقمة بتنادي اكلها. قلت له يعني؟ قال لي يعني كل لقمة يا اسماء بتنادي اكلها، طالما هي طلبتهم وخدتهم منك سيبهم لها. قلت له اه. قال لي وانتي الناس بيعملوا لهم حاجة تانية بقى. والله انا قلت له تصدق بالله انت وهي انا هعمل سمك. وسبحان الله بعد ما جبت الحاجه بنوته اسمها ام زايد اتصلت بيا وبعتت لي كمان فلوس، وقالت لي اسماء لما هتعملها وهتعملي اطعام قريب اعملي لي معاكي. سبحان الله يا ربي. وبنوته اسمها ام هنا قريبه هنا مني شويه برضو، رنت عليا وبعتت لي فلوس. عايزه اقول لكم ان انا كنت يعني الاطعام ده خلاص هعمله، يعني خلاص تاني يوم تالت يوم. سبحان الله اللي عكس الامور علشان الناس تشارك اكتر. فطومه ام زايد ام هنا، او هي هنا هناء اسمها هناء. فعايزه اقول لكم بجد ربنا فعلا كل لقمه بيتنادي اكلها. ففكروا معايا بقى في فكره اطعام حلوه، اكتبوا لي تحت في الكومنتات تحت عشان تاخدوا الاجر والثواب، تكون حلوه وسريعه وسهله وبسيطه وتشبع. انا بيقولوا لي اعملي زي المره اللي فاتت، فراخ ورز وبطاطس محمره وجنبيها شويه سلطه والحمد لله. انا بفكر اعمل سمك ورز، بس بيقول لي انت مجنونه حد يحط سمك ورز؟ قلت له اه عشان نادرا لما حد يعمل سمك ورز. الناس خلاص زمانها شبعت فراخ ورز فراخ ورز فراخ ورز. ولا اعمل فته، اجيب لحمه واعمل فته. عموما فكروا معايا تحت في الكومنتات، تعالى نبدا يومنا صباح او مساء او اي حاجه. الساعه 6 الا تلت، خلاص الاذان قرب. بصوا عملت ايه، جبت الترابيزه الصغننه اللي فاكرينها كنت عاملاها مكتب لسيف، جبتها وعملت له واحده تانية يعني مربعه كده. فحطيت هنا بقى حاجه الكوفي كورنر والكاتل وعلبه القهوه والترابيزه اللي عليها حاجتنا بقى اللي بنفطر بيها والكلام ده كله. تمام، وروقت الدنيا والريسبشن. عايزه ابعد السفره شويه، حاساها وهي لازقه قوي هناك كده، لازقه قوي، فحاسه ان هي شكلها مش حلو. مسكت بقى الارض كنستها وشفطتها. الجو اليومين دول حر 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 بطريقه بشعه. الفتافيت بتاعه الاكل اللي العيال بيقعدوا ياكلوا مثلا مكسرات ولا حاجه، لقيت حبه نمل هنا. قلت ربنا يستر، دخلت الشتاء دخلت الصيف ولا ايه، داخله حلوه علينا. مسكت الشقه كنستها وشفطتها وظبطتها اهم حاجه، ورحت مسحه كده مسحه على الخفيف، رحت خفه السجاجيد ومشغلين التلفزيون الكمبيوتر على الاخر. بس امبارح دخلنا فار يا جدعان ربنا. بص انا مقعده رفان فين، قلت لها لو فكر يدخل سيب الشقه تتهوى شويه. هو اصلا مش بيجي بالصبح. طيب قلت لها انت الحارس بتاعنا، تقعدي هنا تخلي بالك لو جه يدخل صرخي واجري عليه هو هيجري. فهي روفي شجاعه، الحارس بتاعنا قاعده لنا مستنياه. ايوه سيف بره مع باباه في الشارع النهارده في توزيعات، فراح يوزع مع باباه التوزيعات. وشيماء جوه اسم الله عليها بتقلي لي شويه بطاطس، بقول بتقلي لي شويه طماطم. ايه الغباوه دي؟ مش عارفه.
تمام. بص فرشه ايه في الارض امبارح بيملك كل بهدلوا الدنيا. شطوره يا شوشو. بس يا شماء اختك لسه غاسله البوتاجاز كده بهدلتيه. حطي منديل تحت منه او حاجه. وايه مغسله المواعين. ودي الحاجات بقى اللي هنعمل فيها العصير والحاجه دي. لسه كنت بفضي رز، كنت جايبه رز بفضيه بس، والدنيا زي الفل، الدنيا جاهزه. وامبارح كنت جايبه بيض من طلبات. عايزه اقول لكم جبت الكرتونه البلدي من طلبات ب 184 جنيه. 184 جنيه. شايفين البيضه حلوه ازاي؟ جايبها من طلبات 184 جنيه 30 بيضه، حلوين جدا. احلى كمان من الستات اللي بيجوا في ايه، في اللهم صل على النبي، اللي بيجوا في الميدان. تمام. نطفي الانوار ونروح نقفل الاغاني بتاعت رمضان علشان حاجه ايه، عشان نشغل القران بتاع رمضان. شطوره يا البودي جارد بتاعنا. عايزه اوريكم جبت ايه في الجاليري جديد. بصوا مبدئيا بقى الراجل بتاع الخلاطات قال لي ايه، اوبس افتحيه انا شايمه كويس عشان الهوا يمشي ريحه القلي دي. المهم الراجل صاحب الحاجه قال لي اعملي تخفيض يا ام سيف، الخلاطات دي ما حدش حاببها علشان كبه واحده. قال لي انا ممكن ابيعها بخساره عشان انا عايزه افضي المحل يعني، فاهمين المخزن بتاعه. فده كان ب 1150. هو هينزل عليه عرض 100 جنيه تخفيض خصم، هيبقى ب 1050 بس. 1050 بس، 1050. وده برضو بدل 1300 هيبقى 1200. تمام. 1200 جنيه. اخر كبه الكبات كلهم طلعوا، والكتلات طلعوا وكل حاجه الحمد لله. اخر كبه اهي 1150 تقريبا. 1100 دي 1100 كبه ميانتا 1100. وده بقى ب 1100 1050 بدل 1150. 1000 جنيه بس بقى ب 1000 جنيه بس. 1000 جنيه يلا ان شاء الله ما حد حوش. هو عايز يبيعهم، عارفين اللي هو بيبيعهم بخساره، عشان كده بحب اجيب لكم الحاجات دي. انا ببيع الحاجه دي يا جماعه باخد 10%، انا ماليش دعوه هو هيبيعها بكام، فاهمين قصدي؟ انا ما اعرفش وماليش دعوه هو بيبيعها بكام، انا ببيعها بخصم بتاعه اللي هو عايزه، بس انا باخد 10% حق اللي انا هبيعه، فاهمين قصدي؟ فهو نزلها خليها 1000 جنيه. هو ايه عايز بيفضي المحل فوزعهم علينا. ده ب 1000 جنيه يا جماعه، واللي يلحقوا 1000 جنيه. وده ب 1200 بدل 1300 جنيه. تعالوا بقى اوريكم دول بقى. بصوا القمر الجديد اللي انا جايباه ده بقى. بصوا بقى الحلويات، يا لهوي على جمال انا بصوا بجد شفته، والله شفته في مكان كده البنت كانت عارضاه ب 120 جنيه، فقلت هو حلو بس ايه سعره يعني، هل سعره كده؟ نزلت فعلا وقعدت ادور وقعدت اشوف. ده طقم مع بعضيه كده. بصوا زي ما انتم شايفين 5 قطع. بصوا عامل ازاي، انا ماسكه من المقلوب استنوا. بصوا دي سباتيولا، تمام، ودي ملعقه، ودي سباتيولا زي ما انتم شايفين بالكيرف، ودي سباتيولا شبه السكينه، ودي فرشه. تمام. حجمهم مش ميني قوي بس حلو قوي. شايفين حجمهم مع ايدي عامل ازاي؟ تحفه. البتاعه دي بتتفك طبعا وبتتقفل، بتحطيهم جواها بتمسكيها اهي، تمام، بكليبسايه. اوكي. دي ستانلس ستيل مش بتصدي معاكي حتى لو استخدمتيهم وهي جواها. عايزه اقول لكم الطقم ده والله قسما بالله انا شفته بره ب 120 جنيه. ب 120 جنيه. انا هبيعه ب 95 جنيه بس. انتوا متخيلين؟ والله ب 120 جنيه بره، انا هبيعه ب 95 بس. ولا تلحق، انا مش جايبه كميه كبيره. انا كنت جايبه ليا، بس انا عارفه ان اصحابي هيقعدوا يقولوا لي احنا عايزين وما جبتلناش ليه، فجبت دسته حلوه كده اللي يلحق ب 95 جنيه بس. قسما بالله الجلارات والحاجات الكبيره بيبيعوه ب 120 جنيه. طب انت ليه بتبيعيها ارخص؟ علشان ابيع، عشان ما تروحوا لهمش وتقولي فاهمين؟ واللي يلحق بجد والله تاني وحياة صيامي وحياة ربنا انا شفتها ب 120 جنيه في كل يعني الجاليريز الكبار وكده، هو بدون ذكر اسمائهم يعني ما شاء الله، ويقول لك ب 120 وتخفيض ومش عارف ايه. انا ببيعه ب 95 جنيه بس. قولي كل سنة وانتم طيبين. عيد الام قرب يوم الجمعة ان شاء الله لطنطات كلها يعني ما شاء الله يعني ولطنطات كلها بتقول لكم كل سنه وانتم طيبين. يلا اشتروا حاجات لعيد الام. تمام. والسكاكين جت. بصوا السكاكين جت والحاجه جت. لا بصوا ده اوردر لبنوته عندي عسوله طالبه ايه فين وشك، طالبه اللي هي بتاعه الكحك والبسكوت الرخامي دي، طالعه ترند وطالعه جديده. تمام اهي رخامي، عارفين الشكل الرخامي؟ ربنا يستر انا خايفه عليها قوي. 3 ادوار، دور كبير، دور وسط، دور صغير. شكلها اهو. كان المفروض هجيب لها واحده زي دي بس للاسف خلص الالوان دي. بيقول لك اللي نازل كله دلوقتي بترولي واسود في عسلي، الاسود في ابيض الناس ما عجبهمش، فعارفين هو بيقول لك قطعه وقطعتين اللي كانوا موجودين وخلاص خلصوا. الناس حابه البترولي والاسود في ذهبي، فهي حبه البترولي اكتر، بترولي في ابيض. ان شاء الله تتهنى بيها يا رب العالمين. دي ثمنها كام؟ دي ثمنها 350 جنيه. خشوا شوفوها على الجاليري وبصوا للكرتونه الاصلي. بصوا بقى، بصوا جاب لنا ايه، جاب لي سكاكين. استنوا اما ادخل لكم جوه الشنطه. بصوا يا جماعه سكاكين، السكاكين اللي عايز سكاكين جبنا سكاكين تاني عشان في بنات كتيره قوي زعلت مني على السكاكين وقالت لي يا اسماء انا ما خدتش. كمان لونها بينك للبنات.
الاتنين مع بعض، القصه الواحده او الباكت الواحد كده فيه 2 ب 25 جنيه. عايزه اقول لكم دي ايدي ورجلي في البيت، انا معايا منها يجي 5 6 انواع، يعني معايا النوع ده، معايا الابيض، معايا البترولي، ومعايا منها الاسود، ومعايا في ابيض كان في تركواز، بجد خطيره. الالوان اللي موجوده عندنا موف ولبني وبينك طبعا اللي فوق، ومنت. تمام، بينك، موف، منت، في منت فاتح وفي منت غامق. تمام. بصوا بقى، عايزه اوريكم برضو حاجات جابها. اوبا، كارت العيد ب 15 جنيه. تمام اهو، ده خشب يا جماعه، خشب مش كرتون. تمام اهو اهو. تمام. ودي بقى ايه، دي قمر قوي، دي قمر قوي. ايوه دي، استنوا كده ما افكها لكم. عايزه اقول لكم دي بتلف، فكيها. بصوا في الشكل ده ناس طالباه، وفي الشكل ده مكتوب عليه كل سنه وانتي طيبه بنوتاتي قوي، وده ينفع بنوتاتي واولادي، مكتوب عليه جانا العيد. تمام. وده عيد سعيد ومرسوم عليه ولد، ينفع اولاد. بصوا دي، بصوا يعني انت تحطي فيها العيديه للولد او للبنت ويلعب بيها ملاهي. حطيها يلا في الكيس بتاعها. تمام. عايزه اقول لكم بجد خطيره، ده خشب مش كرتون، عشان في منها كرتون مش بتعيش، ده خشب يا جماعه. في الشكل ده ولادي، والشكل ده بناتي طالباهم مدام سناء، والشكل دون ولادي وبناتي ينفع الاثنين. تمام. في شكل تاني كان عاجب ابو سيف، جاب منه شويه، استنى اهو الشكل ده، الشكل ده تحفه قوي 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 قوي. شايفين خشب ازاي؟ خشب يا جماعه مش كرتون. تمام. شيخ، في فرق ما بين الخشب والكرتون، الخشب بتعيش جامد جدا، يعني انت حتى لو ولادك هيعيشوا للسنه الجايه تحط لهم فيها، او ممكن مثلا اللي كان مع اولادك تديه لحد تاني، فاهمين قصدي؟ فالخشب يعني ممتاز بجد، ويفضل ذكرى مع الطفل قوي. دي ب 15 جنيه في الشكل ده، والشكل ده عاجبني جدا هو وده، لان هو مش محدد ولد ولا بنت، فاهميني؟ مش محدد ولد ولا بنت، ينفع مع كله، بس في ناس بتحب تحدد مثلا صبيان وبنات، فاهمين؟ فتحفه قوي 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 قوي. الواحده ب 15، اللي عاوز يلحق علشان الحاجات دي بتخلص بسم الله ما شاء الله بسرعه. تمام. في حاجه برضو ان شاء الله باذن الله هشوفها لكم، بنوته عندها محل عطاره. تمام. بتصفيه وخلصت، يا عيني الظروف ما سمحتش معاها ان هي تفتحه، بتقول لي يا اسماء ما كملتش فيه 5 6 شهور، والراجل ايه رخم عليا، فجايبه لي فرماسيل وحبهان وقهوه بن، كان اللي هو مش بتاع حلويات، لوزم حلويات وكده، ومش فاكره ايه تاني. قالت لي شوفيهم لو كده بيعيهم ان شاء الله اكياس، ان شاء الله جرامات، هكيسهم واوريهم لكم ان شاء الله واقول لكم عليهم النهارده. ايه تاني بتاع دي اموره قوي 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 قوي. بس دول زي ما قلت لكم 1000 1100 1200 بدل 1300، ده 1000 جنيه بدل 1150، وده 1200 بدل 1300، وما فيش غير الكميه دي. تمام. النهارده بقى ايه، ابو سيف جاب لنا وجبات من بره، ما عملتش اكل، مسكت البيت روقته، وهو خرج يجيب بضاعه، فعارفين اللي هو عايزه سمك عايزه سمك، جينا نطلب سمك، الراجل لقينا ما عندهوش سمك. تمام. فجاب تمر ومانجا. سيف بيقول عناب بس، والاكل بتاعنا اهو، ابو سيف وزع الوجبات تحت بالراحه يا شوشو. تمام. وصديقتي الغاليه اللي عامله الوجبات من الامارات محلفاني ان انا اخد 5 وجبات ليا انا والولاد اهو. تمام. ربنا يتقبل منها يا رب العالمين. شيماء بتزود سلطه على السلطه بتاعه الحاتي، لان احنا بنحب السلطه جدا، والقران اشتغل، ونروح نجهز فطارنا. تم البدر بدري والايام